توليه مهمة مدرب النادي الأهلي مع الكابتن حسام البدري والكابتن محمد يوسف، وأنا شايف إن هي خطوة كويسة جدا. وكابتن أحمد أيوب من اللعيبة المميزين، كان في النادي الأهلي وليبرو مميز جدا، ومن الناس كمان اللي أصحاب الخلق المميز. عمري ما سمعت مشكلة لأحمد أيوب في تاريخه كلاعب يعني أو كمدرب. كابتن أحمد إزاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم، وميرسي على كل الكلام الحلو اللي عمال تقوله ده. والله لا يا كابتن احمد، فعلا يعني انت ما شاء الله كنت لعيب كويس جدا، وانا كنت بحبك ايام كمان لما رحت نادي القناه كنت متابعك بشكل كويس جدا، وليبرو جامد. ودايما الذكرى الحلوه والاخلاق يا كابتن بتستمر بعد ما بتخلص مشوارك كلاعب. ووجودك دلوقتي مع الكابتن حسام البدري، وانا عارف ان انت رحت معاه المريخ السوداني، فيعني بصراحه ما شفتلكش مشكله ولا شفت لك حاجه خارجه عن السلوك اللي احنا دايما متعودين عليه من احمد ايوب. والله طبعا يا كريم الحمد لله ان الواحد يعني الحمد لله ساب بصمه وذكرى كويسه في كل مكان بيروحه، وبغض النظر عن يعني الذكريات الفنيه، فالحاجات الاخلاقيه والسلوكيه هي اللي دايما بتدوم، وهي دايما الناس بتفتكرها. كل حاجه بتخلص الا السيره الكويسه، يعني كل حاجه بتنتهي، انت بتبقى لعيب وبتبطل بتبقى مدرب وتخلص مشوارك، انما دايما اللي بيفضل هي العلاقات الكويسه اللي بين الناس والسمعه والسيره الكويسه. فده يعني دي حاجه الحمد لله انا حريص في اي مكان بروحه ان الواحد تبقى علاقته كويسه بالناس ويؤدي دوره على اكمل وجه يعني. كابتن احمد، يعني سافرت مع الكابتن حسام البدري السودان، وما شاء الله خدت تجربه مميزه جدا والفوز بس معلش يا كريم هقطعك. انا علاقتي مع كابتن حسام بدات في انبي، هو اللي كان مع كابتن حسام طارق سليمان. سوري طارق سليمان. بس يعني انضمامك للنادي الاهلي والنادي اللي انت لعبت فيه ونشأت فيه، اعتقد حاجه كبيره في تاريخك التدريبي يا كابتن احمد. أكيد. وشايفها بدايه كويسه كمان يعني بعد نادي انبي. اكيد يا كابتن كريم، يعني حاجه كبيره جدا في حياتي، زي ما كل واحد اكيد بيحلم انه يبقى لعيب في النادي الاهلي. اكيد كل مدرب بيحلم انه يمرن في النادي الاهلي، لان دي بتبقى علامه في تاريخه وبتبقى في السي في بتاعه حاجه كبيره جدا وحاجه كويسه. وده شرف ليا طبعا ان انا اكون بعد ما كنت لعيب في النادي الاهلي اكون ضمن الجهاز الفني اللي بيقود النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. دي حاجه كبيره جدا، وان شاء الله اكون عند قد المسؤوليه وحسن ظن كل الناس المسؤوله في النادي الاهلي والكابتن حسام. وزي ما انت عارف ان النادي الاهلي يعني مشواره صعب، لان هو طبعا نادي زي نادي الزمالك بيفكر يعني في البطوله بس. دايما هو كل ماتشاته وكل البطولات اللي بيخش فيها عاوز يكسب، فهو عنده دايما الحل الوحيد، مفيش حل تاني. فده طبعا بيصعب المهمه، انما النادي الاهلي وراه كتيبه من الناس اللي بتشتغل عشان تحقق كل دوت، سواء مجلس اداره والناس الاداريه اللي شغاله والاجهزه الفنيه، ومش عاوزين ننسى طبعا الجمهور المساند الكبير للنادي الاهلي اللي بيقف دايما معاه في كل المواقف، سواء في البطولات الخارجيه او الداخليه. فكل العوامل دي يعني طبعا بنحطها في حسباننا احنا كجهاز فني، وهنشتغل ونجتهد عشان ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. هو كابتن عماد النحاس كمان كان موجود مع كابتن حسام البدري في السودان، وكابتن طارق سليمان. بالظبط. انا بس لخبطت في ممكن، بس عشان احنا الاثنين ليبروهات فممكن ممكن. طيب كابتن احمد، يعني عايز اعرف اللحظه اللي كابتن حسام البدري قال لك يا احمد يا ايوب انا هاخدك معايا النادي الاهلي. والله بص يا كريم، يعني كابتن حسام احنا كنا شغالين مع بعض في نادي انبي، وانا كنت بعرف زي يعني انا علاقتي بكابتن حسام ما كانتش قبل نادي انبي. يعني قبل نادي انبي انا كنت مثلا شغال في الحرس، وكابتن حسام في الاهلي، وبعدين سافر المريخ. فكانت العلاقه اللي بيننا ان انا لما بشوفه، انت عارف ان الوسط الناس بتبقى عارفه بعضها، فانت لما بتشوفه في مناسبه في مباراه وكده بتسلم عليه بكل ود واحترام، خاصه ان احنا الاثنين ننتمي لمكان واحد وهو النادي الاهلي يعني. ايوه. لما علاقتي بكابتن حسام بدات في نادي انبي ما كانتش قبل كده، والحمد لله كانت يعني فتره ناجحه بالنسبه لنا. 6 شهور يعني في الدوري كسبنا 7 مباريات من 8. للاسف في بطوله افريقيا لعبنا 4 مباريات وخرجنا من دور ال 16. انما كان في كل ود واحترام، والواحد اشتغل بما يرضي الله. كابتن حسام انا كنت بعرف، يعني كابتن حسام انت اكيد عارف ان هو برضه ما بيتكلمش كتير، انت ما تقدرش تعرف كل اللي جواه يعني. ايوه. انا كنت برضه بعرف ان هو مرشح للنادي الاهلي من خلال الجرايد والاعلام وكده، انما يعني كان كلامي مع يعني هو يعني ما قالكش اول يعني ما وضحلكش. انا مش عاوز اعلق، انا يعني بسمع زي الناس ومش عاوز اقول له او لا او يعني الا لما يكون في حاجه رسميه يعني. بالظبط. تمام. ولما الكابتن حسام الموضوع بقى رسمي هو قال لي، وطبعا بعد موافقه الاداره يعني. ايوه.
يعني بعد ما الموضوع بقى رسمي كابتن حسام البدري خلاص اتفق مع اداره النادي الاهلي مع رسمي قال لك يا احمد انا عايزك معايا في الاهلي. قال لي انا عاوزك، والموضوع بقى كان في اتفاق مع الاداره ولما حصل توافق يعني. طب قول لي، رحت بقى للمدام في البيت واولادك اكيد سعيد جدا بان انت خلاص بقيت مدرب النادي الاهلي، النادي اللي انت نشأت فيه ودايما حلم لاي لعيب لما بيبطل اللي هو يمسك النادي وخصوصا الفريق الاول. اكيد طبعا يا كريم، يعني هو هدف اي مدرب في اي مكان لو مسك ناشئين انه يبقى عينه على الفريق الاول دي يعني في اي مكان طبعا. فما بالك انت بقى بالنادي الاهلي، انك حلم كل واحد زي ما قلت لك انه اكيد يمسك النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مؤسسه محترمه، مؤسسه بتنافس على كل البطولات اللي بتخش فيها، في مبادئ واسس محدش يقدر يحيد عنها. انت لو راجل منضبط وملتزم وبتتحلى بسلوكيات معينه تبقى سعيد جدا لو انتميت لمكان هو كمان بيؤمن بهذه المبادئ يعني. تمام. لان هيبقى سهل التعامل مع الموضوع ده. طيب كابتن، اكيد الاسره كلها سعيده طبعا. سعيدة أكيد. كنت في يوم من الايام في النادي الاهلي ودلوقتي برجع النادي الاهلي. خلي بالك الضغوط جامده، خليهم يستحملوا يعني دايما. اكيد ما انا خلي بالك، انا لما بطلت كوره يعني انا لما مشيت النادي الاهلي رحت لعبت في نادي القناه. أيوة. ونادي الحرس مفيش جماهير. ولما مسكت مدرب اشتغلت في الحرس وانبي مفيش جماهير بالظبط. فانت اخر السنه اللي مشيت فيها من النادي الاهلي سنه 96، فانت بقالك 12 سنه مفيش ضغوط سواء انت لاعب او انت مدرب. لا الامور هتختلف بقى خالص السنه دي. الامور مختلفه تماما يعني. بالظبط. طيب يعني عايز برضه يا كابتن احمد، انا عارف ان انت مع كابتن حسام البدري في MP، وكابتن حسام بيبقى ليه فكر معين. ايه اكتر حاجه كابتن حسام البدري بيهتم فيها باي فريق بيمسكه؟ بص يا كريم، كابتن حسام يعني سر نجاحه الاخلاص. هو راجل مخلص جدا وملتزم جدا سواء جوه الملعب وخارج الملعب. وده سر نجاحه. تمام. اي مكان انت هتخلص فيه، اي عمل، سيبك من التدريب يا كريم، اي عمل انت هتحبه وتخلص وتشتغل باجتهاد وتبقى ملتزم اكيد هتنجح. كابتن حسام من الناس المخلصه جدا في عملها، بيشغل نفسه باله دايما بالتدريب، بيشغل باله دايما بالمباراه، بالفرقه اللي بيلعبها، يقعد يذاكرها كويس ويقعد معانا كجهاز نذاكرها سوا، وبعدين يجيب اللعيبه يفرجوا على المباراه وازاي هنلعب وطريقه اللعب والطريقه دي مناسبه للماتش دوت ولا مش مناسبه. فدي حاجات كتير كويسه جدا في كابتن حسام، وانا اتعلمت منه كتير، علشان كده ربنا بيوفقه لانه دايما مركز في شغله يعني. بالظبط. ربنا يكرمك كابتن احمد ان شاء الله، مع كابتن محمد يوسف وكابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن طارق سليمان ودكتور ايهاب علي وكل الجهاز الطبي والاداري والفني في النادي الاهلي، ونشوف النادي الاهلي السنه دي بمستوى كويس ويحقق ان شاء الله بطولات قويه، بس خلي بالك من الزمالك شويه في بطوله افريقيا. يعني طبعا انا بشكرك جدا يا كريم على المكالمه الجميله دي، ومن هنا برضو بقول للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان احنا كجهاز اكيد جايين في ظروف صعبه، ان انا بوعدهم ان احنا هنجتهد ونخلص في عملنا، والتوفيق ان شاء الله على ربنا. ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد ايوب مدرب النادي الاهلي، واروح بقى الناحيه الثانيه لصديقي وحبيبي جدا الكابتن طارق سليمان.